3 طرق تخسرك كل فلوسك في فتره وجيزه جدا، وللاسف ده بيحصل وبنشوفه والناس ما بتتعلمش من الاخطاء. فتعلم من فيديو زي ده بدل ما تجرب في فلوسك. رقم واحد، انك تخش البورصه بفلوسك وتاخد عليها قرض. بمعنى واحد دخل البورصه ب 100000 جنيه واستلف عليها 100000 جنيه، ومنصات البورصه كلها بتسمح لك تستلف تشتري بضعف فلوسك. ينزل السهم بتاعك 50%، السهم ابو 10 جنيه اللي انت شاريه يبقى ب 5 جنيه. انت كده خسرت 50%، بس عشان انت سالف انت خسرت فلوس كلها. البنك بيكلمك رجع لنا ال100 اللي انت واخدها فورا، يقوم بايع لك غصبا عنك الاسهم بتاعتك، تقوم مرجعها للبنك، رجعت له ال100 بتاعته واتبقى لك صفر. وده اسمه الشراء بالمارجن او الشراء بالهامش، وانا ما بحبوش ولا ارجحه تماما. وطبعا اللي بيسخن الناس انها تعمل كده هو الطمع، انه عايز يشتري اكتر. وده باين ان قصه الفوركس. النقطه رقم 2، ان الفوركس انت ما بتشتريش واحد لواحد، يعني ما بتحطش 100 تشتري ب 100، انت بتحط 1000 دولار وتشتري ب 10000 دولار، وساعات بتحط 1000 دولار وتشتري ب 100000 دولار. انت عارف يعني ايه؟ يعني لو العملات اللي انت بتراهن عليها اتحركت 0.0000 تك، فلوسك بقت صفر. ال 1000 دولار اتبخرت في ثانيه بقت زيرو. الناس بالهبل دخلت الفوركس وحساباتها صفرت في ساعتها. علشان كده انا لا بحب الفوركس ولا بنصح بالدخول في الفوركس، ولا مقتنع ان ممكن حد يكسب من الفوركس اصلا. لانك لو اشتغلت مظبوط بفلوسك اللي انت حاططها تكسب 10 دولار في الشهر. عشان تكسب بجد بتضطر ان انت تخش المراهنات بالشكل الرهيب ده. وده ينقلني للنقطه الثالثه، ان انت تحط كل حاجتك في سله واحده، سواء كان كل فلوسك في البورصه او كل فلوسك في الفوركس او كل فلوسك حتى في الذهب. الذهب على المدى الطويل ممكن يبقى كويس، لكن برضه بيجي له فترات طلوع ونزول زيه زي اي سلعه على فكره. ولو راقبت سعر الذهب العالمي شفت بيتحرك ازاي، هتلاقيه فوق وتحت. الذهب طبعا المحلي ممكن تلاقيه طالع باستمرار بقاله فتره، لانه بيتحرك مع انخفاض قيمه العمله. فالعمله بتنزل هو بيطلع، هو مش بيطلع عشان هو بيطلع، هو بيطلع عشان العمله اللي بتنزل. زي ما اي حاجه بتغلى في الدنيا لما العمله تنزل. ولو انت عايز تحترف استثمار صح، تتعلم تدخل في البورصه وتطلع كسبان وانت اصلا ما عندكش ولا فكره وما تعرفش يعني ايه بورصه وجاي من تحت الزيرو. عامل لك مجموعه فيديوهات مختصره معموله للشخص المشغول اللي عايز ياخد خبره 3 4 سنين في ساعات قليله، اسمها كورس البورصه من الصفر للمستوى المحترف، بدا معاك من تحت الارض. خليك تتعلم انك تخش البورصه صح وتطلع كسبان، بدل ما كنت هتخش تتعلم بفلوسك وتتبهدل. اتعلم بمليمين اللي هم ثمن الكورس، وخش اكسب واعمل دخل شهري اضافي جنب شغلك. لو مهتم ابعت رقم 6 على الواتساب اللي على الشاشه او اللي هتلاقيه في البروفايل فوق.